السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ حكايتنا النهاردة بتحكي عن بيت في السعودية، بيت قديم اسمه بيت الراقي. في واحدة من قرى منطقة عسير في السعودية. الناس هناك بيسموه بيت الراقي، بس بصراحة ما حدش كان عارف حكايته الحقيقية غير شيوخ وناس كبيرة في السن، وحتى دول كمان كانوا بيرفضوا يتكلموا لحد واحد فيهم نطق وقال مرة البيت ده عليه عهد. القصة بدأت في التسعينات لما كان في راجل اسمه الشيخ إبراهيم، راقي شرعي معروف في المنطقة وراجل محترم والناس كلها بتحبه، وكان بيعالج وبيخرج الجن من الناس ويعالج الناس التعبانة وكده. بس في يوم قرر يروح البيت ده عشان يخرج الجن اللي فيه. دخل لوحده ومرجعش. بعدها بيومين مراته بلغت الشرطة انه اختفى، ولما دخلوا البيت لقوا مناظر ما تتشافش، مصاحف متقطعة ومحروقة، دم على الحيطان، وجمل مكتوبة على الحيطة ومن ضمنهم جملة مكتوبة بالعربي بس مقلوبة كأنك بتقراها في مراية، وهي مكتوب ما تدخلش. عدت السنين ولحد ما ظهر شاب اسمه فيصل، شاب مغامر. الناس اللي هي عنده قناة على اليوتيوب، بيحب يصور الأماكن المسكونة، الأماكن المهجورة كده. راح قرية العسير في السعودية، والناس أهل القرية حذروه، قالوا له ما تدخلش وما تصورش. فهو صمم وقرر ودخل عشان يشوف بعينه ويصور، وفعلا دخل بالكاميرا والفيديو وصور الفيديو بتاعه. بعدها بفترة الفيديو اتسرب. كان في البداية كده، في بداية الفيديو كان عادي، كان فيصل بيتكلم بيوصف البيت. بس بعد شوية الكاميرا بدأت تتهز وسمعنا صوت غريب زي خربشة جاية من وراه، وخربشة على الحيطان. فيصل قعد يتكلم كلام مقطع واتجمد في مكانه، بدأ يقول كلام مش مفهوم وكأنه بيتكلم بلغة مش بشرية. المشهد الأخير بقى فيصل بيتلف حواليه ووشه مليان رعب، وقال ايه بقى، هو جه ما كانش المفروض اقول اسمه، وخلص الفيديو على كده. بعدها الشرطة دخلت البيت، ما لقوش فيصل، بس لقوا الكاميرا شغالة وعليها صوت في الخلفية بيقول رجع العهد، رجعه قبل ما يفوت الوقت. ومن ساعتها مفيش حد قرب من البيت ولا حد لقى فيصل. واللي شاف الفيديو في وقتها اختفى من على الانترنت كأنه عمره ما اتصور ولا كأنه حصل. وخلصت حكايتنا على كده النهارده. لو وصلت معانا لنهاية القصة بقى يبقى انت فعلا قلبك جامد، بس خد بالك القصص دي مش دايما خيال، في حاجات فعلا بتحصل ومحدش يعرف لها تفسير. فان شاء الله اشتركوا في القناة دماغ الكتروني عشان اللي جاي هيخليك ما تنامش، ونشوفكم على خير المرة الجاية.